السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء. قبل دخول الدراسة محتاجين ان احنا نظبط كده الاداء ونظبط اعصابنا. في الفيديو ده يمكن من اهم الفيديوهات اللي هتساعدك انك تتحكمي في اعصابك، وهيبقى خطوات عملية للتغيير للافضل وتبقي هادية فعلا مع اولادك. تابعي الفيديو بالكامل، جبتلك الخلاصة والطرق فعلا العملية اللي هتنقلك من ام متعصبة وزرزورة كده في نفسها الى ام كيوتة ان شاء الله. وكالعادة دايما في سفيرة السعادة التغيير نحو الأفضل. نبدأ الفيديو، ما تنسيش اللايك من فضلك. النهاردة الموضوع مهم جدا ويخص كل الأمهات بما فيكم أنا كمان. أنا عارفة إن أنا عصبية وبعاني من كده مع أولادي، وده مشكلة اللي بتطرح عليا دايما من الأمهات. انا عارفه ان انا عصبيه وعارفه ان ده بيضر اولادي، بس بصراحه يا ام علي انا مش عارفه اتحكم في عصبيتي خالص. واخر اليوم بعد ما ولادي بيناموا فعلا بيصعبوا عليا جدا من كتر الزعيق وضربي فيهم طول اليوم. واقول ان شاء الله باذن الله من بكره هتغير، واصحى والاقي نفسي زي ما انا بنفس عصبيتي من غير اي تغيير، وتستمر المأساة بتاعه العصبيه مع اولادي، ما بين ان انا مش قادره اتحكم في عصبيتي وما بين تأنيب الضمير ان انا بعامل اولادي بالطريقه دي، وانا عارفه اضرار العصبيه فعلا عن الاولاد. يلا بينا كده نبدا فيديو النهارده. ما تنسيش تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرا. بصي بقى حبيبتي، اولا قبل لما نبدا في التغيير مع بعض وازاي في الفيديو ده، عايزاه يبقى كده ملف لينا انا كل شويه نسمعه علشان نجاهد نفسنا ان احنا نقلل من عصبيتنا. هو انا عشان برضو اكون يعني حكيمه في كلامي، مفيش ام هتبقى ماشيه كيوته في البيت طول اليوم وما بتزعقش وبصوا بتتكلم كده بالراحه. اكيد هيحصل عصبيه من مواقف ومن ضغوط ومن تربيه ومن اولاد ومذاكره، بنضغط فهنفرغ الحاجات دي في عصبيتنا. ده بيحصل وده طبيعي، الانسان الطبيعي، بس احيانا بيبقى فيه كنترول. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ لا تغضب. لما راح له احد الصحابه يعني عايز منه نصيحه، قال له لا تغضب. ليه؟ لان الغضب بيجر وراه حاجات كتيره جدا. هتشتمي، هتقولي الفاظ مش كويسه، هتدعي على ابنك، وده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على ابنائكم او لا تدعوا على اولادكم. فالحاجات دي كلها بيندرج من وراها الغضب. قطع علاقات، ممكن تقولي كلمه تخسري حد. فالغضب ده طبعا غير ان هو بيعمل في الصحه حاجات وحاجات وحاجات. ف لكن احيانا اكيد هنزعل وهنتضايق وهنبقى متنرفزين ومش كيوت، مش امهات كيوت يعني. بس الاصل ان احنا عايزين نقلل من العصبيه. يا ستي بصي، انت عصبيه بنسبه 100%، عايزين نقلل من عصبيتنا بنسبه 70%. ايه رايك؟ انا مش بقولك ما تكونيش عصبيه خالص، بالتدريج عايزين كده نبقى نتخلى عن عصبيتنا فعلا بالتدريج. لان السعي نحو المثاليه الزايده، وان احنا نبقى عايزين نبقى خلاص ما هو يبقى مش عصبيه خالص يبقى عصبيه. لا لا لا، بصي ما لم يدرك كله لا يترك كله. خليها قاعده في الحياه عندك. يعني انا هبدا اتغير وابقى هاديه شويه بشويه بشويه لغايه لما ابقى وسط وام معقوله بقدر اتحاور مع ولادي واسمعهم ويسمعوني. لكن ان انا اسمع الفيديو ده واقول ايه؟ انا سمعت ام علياء ولسه زي ما انا متعصبه، يعني مفيش اي تغيير. فين الاجراءات اللي خدتيها؟ فين الخطوات اللي انت عملتيها؟ انا اول حاجه لازم احفزك فعلا، واقول لك ان التغيير اللي هيخليكي تتغيري فعلا لما تعرفي ان العصبيه بتعمل ايه في ابنك. انا هقول لك على الاقل حاجه واحده بس. بتفقدوا الثقه في نفسه من كتر الزعيق والصراخ فيه طول اليوم، بيخليه شخصيه هشه وضعيفه، ويروح المدرسه يتعامل مع اصحابه ما يعرفش ياخد حق ولا باطل مع حد، وتحسي كده ان هو عيل كده ايه، ملوش شخصيه. تمام؟ دي اسهل حاجه هقولها لك. الخطر بقى فعلا على اولادك ان العصبيه دي بتشحنه دايما بالغضب وبهرمونات بتزيد عنده، اللي هي بقى الكورتيزون والادرينالين والحاجات اللي بتجيب الامراض كلها والعياذ بالله. الحاجات دي بقى حبيبه قلبي ممكن تاثر على ايه؟ اعوذ بالله، هتعمله تبول لا ارادي، هتاخر عنده النطق، هتلاقيه عنده تلعثم في الكلام وصعوبه نطق، هتخليه دايما نساي، عنده صعوبة في الدراسة دايما. لأن الهرمونات دي زادت عنده من طول الصريخ والعصبية طول اليوم في البيت. أعوذ بالله، ربنا يعافينا ويعافي أولادكم. ممكن يجيله سكر فعلا في السن ده من كتر بقى، لو على طول بقى مشحون على طول كبت وقهر من الأم وعصبية، ممكن يعمل له هو بقى نفسه عصبية، يبقى طفل عصبي وترجعي تقولي أنا عايزة ابني يكون هادي. طبعا بيأثر على مستوى التركيز بسبب هرمونات بقى الادرينالين اللي بتزيد في الدم، بتخلي الذاكره اصلا عارفه اللي هو بيهنج، عارفه زي ما الكمبيوتر بيهنج كده، تلاقي ابنك كده متوه على طول وما عندوش تركيز.
طيب انا اول حاجه بقى دلوقتي حبايبي عايزين نتكلم بقى فعلا ازاي ان انا هتخلى عن عصبيتي حاجه حاجه وبالراحه بالراحه، واقول لك برضو انا عارفه ان انت مظلومه وان انا مظلومه واننا كأمهات مش بنتعصب. احنا عايزين نكون هاديين وعايزين نكون حلوين. بنتعصب عشان عندنا ضغوط وعندنا مشاكل وعندنا يعني مسؤوليات كبيره قوي. بس لازم تعرفي اول حاجه ان ابنك ملوش ذنب في اللي انت فيه ده، ولا ولادنا ليهم ذنب فعلا. دي اول حاجه. لما تيجي تتعصبي هتقولي الطفل اللي قدامك 4 و5 و6 و7 و8 سنين، اولادك على حسب عمرهم، ذنبهم ايه في اللي انا جواه؟ ذنبهم انهم يشيلوا الهم اللي انا شايلاه؟ هم ملهمش ذنب. تمام، دي كده اول حاجه. من الحاجات بقى اللي هتخليكي دايما متعصبه ان انتي طاقتك بتنفد، يعني ضغوط، مسؤوليات، تنظيف بيت، اولاد، فالباور اللي عندي عارفه اللي هو زي ما بتقولي ايه، انا خلق ضيق وخلاص مفيش روح للمناهده. خلص يا ابني انجز، ما مش قادره اتكلم معاك، هات من الاخر. عارفه اللي هو خلقك ضيق ضيق على طول. ليه؟ لان طاقتك خلصت. طب هنعمل ايه؟ هنشحن طاقتنا علشان اقدر ادي تاني. خلي وقت ليكي زي ما انا بقولك يا والله يا امهات يا حبايبي. وقت الفجر ده هو اللي ممكن يعالجك من العصبية. اصحي صلي الفجر واقعدي ساعة بعيد عن أولادك. إن شاء الله ربنا يرزقك لو عندك طفل صغير بيرضع هيكون نايم في الوقت ده ولا حاجة، ولادك حاولي تتسحبي على طفي الأنوار وامشي في البيت عشان ما يصحوش وراكي. أنا عارفة في أمهات أول لما بتقومي من على السرير هم يقوموا وراكي على طول، البيت كله يصحى. لا، انت حاولي يبقى كده أم ذكية وتقعدي الوقت ده لوحدك، تشربي قهوة، تقعدي تقرأي قرآن، تمسكي تليفونك، تبصي. المهم الوقت ده هتشحني فيه طاقة زيادة، لان كله ضغط ضغط كبت كبت. لا، يبقى في حتى ساعة في اليوم باخد نفسي فيها. الساعة دي في امهات بتعملها اول ما تصحى اللي هو الفجرية، او بتنيمهم كلهم بدري وتقعدي انتي تقعدي تشحني بقى مع نفسك كده لب بقى وشوكولاتات وحاجات، وتقعدي تعيشي حياتك. الوقت ده لو ما عملتهوش هتفضلي فعلا مضغوطة دايما. والحاجة دي لو عملتها باستمرار يوميا هتلاقي عصبيتك بتقل، وانت من جواكي بترفهي عن نفسك، مش تصحي معاهم وتنامي معاهم مكبوتة طول اليوم. برضو من الحاجات المهمة التانية، يمكن انا قلتها لك اللي هي من شويه، اللي هو ان انا بحاول ان انا اجدد طاقتي. ده بالنسبه للسبب الشائع عند كل الامهات، ان انا سبب عصبيتي ان انا مكبوته ومضغوطه دايما. بس انت كأم ممكن يبقى انت بتسمعيني دلوقتي وتقولي لا يا ام علي والله انا الحمد لله عندي مثلا شغاله في البيت، او اموري سهله وبسيطه وحياتي متيسره من ناحيه شغل البيت، ما عنديش كبت فيه. بس انا متعصبه على اولادي عشان عندي مشكله تانية. شوفي بقى انت ايه المشكله التانية. مشاكل مع زوجك، مشاكل مع اهل زوجك، مشاكل في حياتك، مشاكل صحيه. حاولي قدر الامكان تقفي على حل المشكله الاساسيه اللي مخلياكي دايما متعصبه، علشان فعلا تقدري تتعاملي مع ولادك كويس. اصل انا ما هقولك لو انا ضحكت عليكي وقعدت اقولك حل العصبيه شهيق وزفير وخدي نفس عميق وابصر اعملي ايه، هو اصلا انت بتكوني شايطه، مش في دماغك اصلا وقت الغضب انك تفكري تعملي. انت مش حاسه بنفسك اساسا وبتشوطي وبتضربي، ممكن تعوري ولادك. في ناس بتعور ولادها اثناء الضرب من العصبيه. فلا، المفروض ان انا بعالج بقى، بقعد كده في هدايا لما الدنيا هاديه. انا سبب عصبيتي ايه؟ لازم احل المشكله دي. انا ان انا مكبوته دايما ومش لاقيه وقت اقعد مع نفسي، هقعد مع نفسي. ولادي مثلا متضايقه منهم عشان مهملين في البيت ومكركبون دايما، فعطول متعصبه عليهم، هعالج المشكله دي. يعني هقعد معاهم واعالج مشكله الاهمال اللي هم فيه، اللي مخليني دايما عصبيه. ودي من الحاجه اللي ممكن تبقى عندي انا شخصيا، ان انا ادخل مثلا الاقيهم مرمين الكراسات كده اقعد اتنرفز. لا، فابدا اعلمهم لا، لازم يبقى في نظام، لازم يبقى في عقوبات للموضوع ده، لازم يبقى في كذا. واخدين بالكم كده؟ فانا بحل المشكله اللي موصلاني ومتاكده هي اللي مخلياني دايما متعصبه. دلوقتي في حد هيقول والله يا ام علي انا ما عنديش حاجه من اللي عندك بتقوليها دي خالص، والدنيا حلوه وفل، بس انا زرزوره كده في نفسي وحاسه ان انا متعصبه على طول وخلقي ضيق، انا متعصبه. ممكن يكون عندك مرض مثلا معين هو اللي مخليكي متعصبه، عالجيه. ممكن يبقى موضوع نفسي فعلا ناتج عن اكتئاب نفسي. يعني في امهات كتير وستات كتير قبل البريود لو عملت اللي لو حد يعني عمل لك فرح في البيت انت متعصبه مش طايقه حد. ليه؟ علشان بيكون الهرمونات والدنيا دي بايظه قبل البريود. بس برضو ممكن نعالجها، ناكل موز، ناكل مانجا، نشرب ميه كتير. واهم حاجه يا بنات نسيت اقول لكم عليها في علاج العصبيه، لو قدرت تلتزمي بربع ساعه
بتاع رياضه الصبح اول ما تصحي. انا ما بقولك روحي جيم ولا روحي النادي، احنا امهات بيوت قاعدين في البيوت زي ما احنا. هنعمل ايه؟ رياضه. افتحي اي فيديو في اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا بتعمل رياضه، وبصي عليهم واعملي زيهم. هيقلل الاكتئاب وهيقلل العصبيه وهيحسن مزاجك جدا جدا. جربي الحاجات اللي بقولك عليها دي، ودايما اكتبي ورقة في المطبخ واعمليها: انا ام هادية، انا ام مش عصبية، او انا ام مثالية. انا ام هادية وانا ام مثالية. عقلك الباطن هيفضل يتخزن بالحاجات دي، وهيفضل يدي اشارات ان انت فعلا ام هادية وام مثالية، وهتبدأي تتصرفي مع اولادك بالطريقة دي. ومش هيجي من مرة واحدة، يوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي نفسك فعلا بدأتي تهدي من جواكي. انا مش عارفة الفيديو يمكن يكون فتحت لكم قلبي، يمكن تحسي بيا، يمكن تحسي انك مش لوحدك عصبية فتبدأي فعلا تتغيري. واهم حاجة تعرفي، اهم حاجة هيحفزك للتغيير، انك تعرفي ان الموضوع ده خطر على اولادك. اولادك هيتأثروا نفسيا وصحيا وسلوكيا. وان شاء الله باذن الله حبيباتي يكون الفيديو ده فعلا محفز وبداية تغيير لينا، خاصة على دخول الدراسة. محتاجين فعلا نهدى ونهدي اعصابنا ونمشي على كل الحاجات اللي انا قلتها معاكم دي. وإن شاء الله أوصيكم وإياي دايما بتقوى الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم. ما تنسيش اللايك.